بعد انتظار طويل اخيرا رجوع الموسم الرابع الجزء الثالث. يا ريت تقدر تعبنا وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، ويلا بينا نستمتع بالحكايه دي. وبنرجع لاخر حاجه حصلت في الموسم اللي فات، وساعتها بنكون في المسارات، وبعد ما زيك بيكتشف ان ايرين هو سبب كل اللي حصل، وان هو كان بيتحكم في ابوه. فزيك على طول بيؤمر كريستا انها تجعل الالديين غير قادرين على الانجاب، وايرين بيبقى مقيد ومش عارف يعمل حاجه، ولكن ده مش بيوقفه، وبيقطع ايده وبيروح يلعب في دماغها وبيقنعها ان هي بتبقى مش مضطرة ان هي تبقى عبدة لحد تاني، وهي مش بتستحمل وبتنهار في البكاء. وبيتحول ايرين للعملاق المؤسس، وبتتحرر كل عمالقة الاسوار وبينطلقوا على الاعداء، وبيجمع العالم كل قوته لهدف واحد، وهو ايقاف ايرين ييجر. ولكن على مين ده يابا؟ ده العملاق المؤسس ايرين ييجر اللي اقسم على نفسه انه هيبيد البشرية دي. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ولو عايز تكمل معانا بقية الاحداث كمل الفيديو للاخر، ويلا بينا نبدأ. تبدأ الحلقة بين طفلين، واحد اسمه خليل والتاني اسمه رمزي. ورمزي ده بيسرق فلوس عشان يساعد اهله ان هم ما يتجمدوش من الشتاء، وخليل بيبقى خايف عليه ان هم يقطعوا ايده التانية. فرمزي بيقول له انا لو مت ادي الفلوس دي للعائلة بتاعتي. وفجأة بيشوفوا اهل البلدة بيهربوا، والطيور بتهاجر والارض بترتعش من الخوف. دك العمالقة متجه ليهم. وبنرجع فلاش باك، وبيبقى ايرين ماشي في المدينة ويبقى قاعد بيفكر مع نفسه، وبياخد القرار ان هو اللي هيقتل الناس دي كلها. مفيش طريقة لإنقاذ بارادايس الا ده. امي كانت هتقول ايه اللي هيتحتم علينا فعله لإنقاذ الإلديين؟ انه المصير الذي اختارهم ملك الاسوار. على الاقل بالطريقة دي مفيش ناس كتير هتموت من الجزيرة بتاعتنا مقارنة بالعالم كله. لو مات الإلديين كل المشاكل هتختفي، بس انا عمري ما اسمح بكده. وايرين بيبقى ماشي وبيلمح رمزي وهو بينضرب من التجار، ويفتكر ان هو اللي هينقذه، ولكن هو ايضا اللي هيقتله. وبيقول لنفسه انا شبه راينر فعلا، انا متناقض قذر. وبيبقى ايرين متردد جدا ان هو يروح ينقذه، ولكن فعلا بيروح ينقذه وبيبعدوا عنهم كلهم. وبيتكلم معاه وبيقول له انا اسف، انا ما قداميش حل غير ان ابيد البشرية دي. قول لي بس انا اعمل ايه؟ مفيش حل غير كده. وبنرجع لإيرين تاني، وبتبقى عمالقة دك الأرض، حرفيا دكة الأرض، قتلت كل الناس اللي موجودة. الناس كلها بتحاول إن هي تهرب، ولكن لا يوجد مفر. هي دي الخطة اللي كانت في دماغ إيرين، هو ده كل اللي كان بيخطط له. وفي نص المدعكة دي إيرين بيبقى سرحان وبيقول لطالما وقفت في وجه الأسوار الكئيبة، مياه ملتهبة، أراضي جليدية، ورمال ثلجية، الذي يرى هذه الأشياء يكون أكثر الأشخاص حرية في العالم. هذه هي الحرية. وبنروح لأرمن واللي كان بيبقى سرحان على المركب، وما كانش متوقع ان الوقت هيعدي بسرعة كده وهو مرتاح. وأنا بتقول له ما تيجي تقعد جنبي يا اسطى، في انت واقف ليه؟ بتقول له انا لسه ما شكرتكش على وجودك جنبي طيلة السنين دي. وبتتكلم معاه وبتقول له شكرا ليك، انا بجد كنت وحيدة جدا لدرجة اني كنت هتجنن. كلامك معايا كان الشيء الوحيد اللي كنت بستناه. فاني بتسأله وبتقول له هو انت ليه فضلت تتكلم صخرة؟ ما في بنات كتير احسن مني. ومع اندماج مشاعر ارمن وبرتولدو عملت كده عشان كنت عاوز اشوفك. واني مش عارفة تقول ايه، وبتقول له ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ملايين البشر بيتداسوا دلوقتي واحنا السبب في كل ده. عشان كده انت شخص طيب، عشان كده مش بتمانع تتكلم مع عدو زيي. ده نفس السبب اللي مخليك تتناقش مع ايرين وخلاك تزور وحش ممكن يصحى في اي لحظة. ارمن بيرد عليها وبيقول لها انت عارفة كويس ان انا بكره ان حد يناديني بالطيب. انا قتلت عدد لا يحصى من البشر، مش جنود بس، لا ده مواطنين واشرار. وانا اخترت ان اخون شعب الجزيرة اللي عشت ونشأت فيها، وقتلت اصحابي. اصبحت وحش من زمان. في يوم من الايام انا قطعت وعد مع ايرين ان احنا نكتشف العالم المجهول، ولكن فكرت ان كل ده هيتحقق. واني بترد عليه وبتقول له العالم ما طلعش زي ما انت كنت فاكر، صح؟ وارمن بيقول انا لسه عندي امل ان لسه فيها عالم مجهول وعاوز استكشفه. وبقية فريق الاستطلاع راحوا عشان يجهزوا الطيارة، وبتبقى ماجي قاعدة
وبتعرف فالكو اللي حصل، وان كل اللي يعرفهم ماتوا، وان العمالقة دمرت معظم قارة مارلي. ولكن مش بيستحمل كل ده، وبيقعد يعيط وبيزعق وبيقول ليه بس كده، انا لازم انتقم منهم. وبنيجي بعدها بشوية وميكاسا بتروح لاني وبتقول لها جربي عدة المنورات الجديدة عشان تتعودي عليها، انت بقالك كتير ما جربتهاش. ولكن اني على عكس المتوقع بتقرر ان هي هتغادر ومش هتركب الطيارة معاهم. وبتكمل كلامها وبتقول نحن الإلديين من مارلي اضطهدتنا البشرية اللي انت بتحاولي تنقذيها، حتى لو توقف دك الأرض الآن مارلي قد تدمرت بالفعل، لا شيء يحمل الإلديين من الآن. أنا تعبت من القتال، على الأقل ادوني لحظاتي الأخيرة أعيشها بسلام. ميكاسا لحظة مشاعر اني لارمن وبتقول لها أرمن هيجي معانا على الطيارة، كلنا هنروح عشان نحارب ايرين. ولكن اني بتسأل ميكاسا وبتقول لها هتعملي ايه؟ هتقتلي ايرين عشان تنقذي البشرية؟ ولكن ميكاسا بتقول لها لا مش هقتله، ايرين بس بعد عن الطريق وكل اللي هعمله ان ارجعه تاني. وبيبقى ليفاي بيحاول يقوم ويرجع يحارب تاني بعد الإصابة اللي حصلت له، ولكن ارمن بيمنعه بيقول له ريح على السرير. ولكن ليفاي بيرد عليه وبيقول له انا لو غبت اكتر من كده هتنسى اني موجود اصلا. وفي نفس الوقت ده بتكون يلينا فايت وهي اللي هتعرف تقول لهم على مكان ايرين، وبتقول ان في اجتماع سري حصل ما بينها وما بين ايرين، وقالت له على المكان اللي هي كانت مقلقة منه شوية، وهي قاعدة ابحاث المناطيد موجودة في جنوب مارلي، وهو لو مدرك للسلاح ده فهيتوجه لهناك، وتكون عاوزاهم يعترفوا انه خطة زيك واللي هي قتل الرحيم كانت الوسيلة الوحيدة عشان نخلص من اللعنة اللي بقالها 2000 سنة. وبيبقى في واحدة كده انا حرفيا ناسي اسمها، انها بتقرر تحبس ناجي وفالكو في السفينة احسن من ان هم يكونوا معاهم على الطيارة وقدامهم ساعة ويكونوا جاهزين على الاقل. وهنجي وبقية الفرقة كانوا بيجهزوا معداتهم، ولكن ليفاي بعد الإصابة قادر بالعافية انه يستخدم عدة المناورات بصباعين بس. وراينر بيعتذر على اللي عمله، وراينر بيقول ان هو لو قرر الرجوع من المهمة كان زمانك انت وبرت رجعتوا لعيلتكوا تاني. واني بتقول له يعني صراحة انا كنت بفكر ان انا اقتلك بس ايه نمشي الدنيا، وبيقول لها شكرا انك ما قتلتنيش، وبيودعوا بعض. واني بتطلع على السفينة وهم بيجهزوا الطيارة وبيعبوا البنزين، ولكن بيظهر فالكو مرة واحدة ومعاه المسدس وبيضرب ضربات عشوائية ولكن ما جاتش في حد، وميكاسا بتطير عليه وبتصيبه. وبعدها بيروحوا يبصوا على فالكو وبيلاقوا ان هو كان متعلق في السفينة كل المسافة دي، ولكن بيظهر ان الطلق ده ما كانش عشوائي ولا حاجة، ده احدث ثقوب في الطيارة، لا ومش في اي مكان، ده في خزان البنزين واللي من غيره مش هينفعوا يتحركوا. وهانجي بتسألهم وبتقول لهم انتوا محتاجين قد ايه عشان تصلحوا الطيارة دي؟ فبيردوا عليهم وبيقولوا لها احنا محتاجين ساعة واحدة. ولكن فجأة الارض بتبدأ تهتز وفي حاجة بتبدأ تقرب منهم، هيعقل جيش العمالقة وصل بالسرعة دي. وبيبقى في نفس الوقت ده مع أنفاس فلوك الأخيرة بيقول لهم لا تذهبوا، جزيرتنا الجميع سيموت، شيطاننا هو الأمل الوحيد. وهانجي بتسمع الكلام ده كله وبتقول أيوة كلامك صحيح بس مش هينفع نستسلم بالسهولة دي. وبيروحوا يتجمعوا عشان يشوفوا هيعملوا ايه في المصيبة دي، وارمن بيقول ان هو الحل الوحيد عشان يوقف العمالقة دي على ما يطيروا هما. وراينر بيتدخل وبيقول له خليك مكانك، انت الوحيد اللي هتقدر توقف ايرين، انا هروح انا. ولكن هانجي مش بتسيبه وبتتدخل وبتقول له ما ينفعش اتخلى عن قوة العملاق بتاعتك، وان هي اللي هتأخر العمالقة عشان يطيروا هما بالطيارة. وهانجي بتروح على ارمن وبتقول له دي دورك انك تبقى القائد ال15 للفايلق ده، وبتقول له القائد لازم يبقى دايما ليه حب للمعرفة، واكيد الحاجة دي بتتوفر فيك انت يا ارمن. بقول لك ايه كده ليفاي تحت طوعك عايزاك تطلع عينه. وهانجي بتنطلق ناحيتهم ولكن بيبقى قدامها جيش كبير جدا وبتعجب بالعمالقة وبتقول ايه الحلاوة دي، وبتبدأ تقطع فيهم يمين وشمال وتقلبهم على الارض. ولكن كل ده لسه منفعش معاهم، وان العمالقة قربت جدا من الطيارة فبينفجر حماسها وبتخش في نصهم وبتكون الحرارة عالية جدا وبتفضل تقطع فيهم وبيبتدي الرداء بتاعها ان هو يولع، ولكن هي لسه مستمرة في قتل العمالقة ولا كأن في اي حاجة بتحصل.
وبتديهم شويه وقت زياده، وفعلا بقى يقربوا يطلعوا من الطياره، وبتزيد سرعتها وبتقتل اكتر في العمالقه، وكل مدى هي تهرب منهم والحراره بتزيد اكتر لغايه اخر لحظه وهي بتولع وهي بتقتلهم لغايه ما بتموت. وفعلا الطياره بتنجح ان هي تطلع وبتبقى هدت واجبها، ويبقى كل اللي في الطياره زعلانين وبيعيطوا ومش مصدقين ان القائده هانجي راحت منهم وبترجع للحياه تاني. ولكن بتلاقي ان القائد ايرون سميث بيمد ايده ليها وبيقول لها انت عملت كل اللي عليكي، وكده بتكون ان هي في عالم الموتى. بتقول له انا اتبهدلت من ساعه ما انت سبت لي القياده، وبيقول لها اكيد انت عانيت كتير، فلتحكي لنا القصه بتاعتك. واستنوا الجزء التاني هينزل لكم بعد كام ساعه. وما تنساش تقدرنا وتحط لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا سلام.